بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايب؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير يا رب. هنعمل النهارده القلقاس اللي انا وعدتكم بيه. احنا خزنا السلق والكزبره مع بعضينا في القراطيس اهو، خزناه في الفريزر. اللي ما شافش الفيديو يخش يشوفه اهو، وهنفتحه قدامكم واوريه لكم ان هو ما جرالوش حاجه واخضر زي ما هو كانك لسه شارياه بالظبط. اهو عبيناه في القرطاس وحطيناه في الكيس وسبناه. فهنعمله النهارده القلقاس بتاع زمان اللي كانوا ايام زمان بيعملوه. خلاص يا حبايبي، صلوا على النبي وحطوا لايك يا حبايبي، وادعوا لاخواتكم الفلسطينيين والف مبروك ليهم. باركولهم يا حبايبي، انتصروا والنصر جالهم من المحكمة الدولية. خلاص يا حبايبي، هنعمله ايه بقى؟ صلوا على النبي وحطوا اللايك، واللي مش مشترك اول مرة يشوفني يشترك في القناة. القلقاس لما تيجي تشتريه، شايفة دي انا بجيبه صغير عشان اعرف اقشره واقطعه. فانت عايزة تجيبي كبير براحتك، بس تجيبي المدورة اللي زي دي، ما تجيبيش اللي لها بوز من تحت من هنا. شايفة دي؟ ما تجيبيش اللي لها بوز، عشان اللي لها بوز من تحت دي مش بتستوي، تاخد وقت لما تستوي. تجيبي اللي بتقعد. شايفة دي قاعدة ازاي؟ اهي قاعدة كده على ايدك مش معوجة، تجيبيها. انا خليت دي عشان تشوفوها. خلاص يا حبايبي اهو. عرفت هتشتري بقى القلقاس ازاي؟ اهي شايفة دي قاعدة ملهاش بوز من تحت. معلش هو الفيديو هيطول شوية بس عشان اعرفكم القلقاس بتاع زمان. بتاع زمان كانوا بيغسلوه. الايام دي طالعين فيها بيقولك القلقاس ما يتغسلش. ليه ما القلقاس ما بيتغسلش؟ ده لازم يتغسل يا حبايبي، عشان المادة اللازقة اللي فيه دي الاطفال ما بترضاش تاكله، وفي ناس كتير كبار ما بيرضوش ياكلوه عشان المخيط والمادة اللازقة اللي بتبقى نازلة منه. فلازم القلقاس يتغسل. بتوع زمان كانوا بيغسلوا القلقاس. ماشي يا حبايبي، تمسكيه تغسليه ازاي بقى؟ هتغسلي القلقاس، سخني شوية مية وحطي فيه القلقاس اهو، جبتيه قشرتيه وقطعتيه، وسخني شوية مية وتحطي فيه القلقاس وتسيبيه عبال لما انت تسوي. ان كنت هتسوي فراخ ولا هتسوي لحمة، ساعة نقعاه في المية الدافية. مية دافية زي دمع العين، مش سخنة خالص، لا دافية. وتقعد تغسلي فيه مرة واتنين وتلاتة لحد المادة اللزقة اللي فيه دي ما تطلع خالص. والاخر تشطفيه بالمية والليمون، وما تخليش فيه مادة لازقة، ناشف اهو ما فيهوش مادة لازقة ولا حاجة، ونضيف. وتطبخيه على كده. لو الناس بتاع الزمان عارفة ان المزلقة دي ما تنفعهم كانوا سابوه ما غسلوهوش، لكن لا، بالمادة فيه فيتامين ومنافع، ومن غير المادة فيه فيتامين ونافع. فاحسن تغسليه عشان الاطفال تعرف تاكله، وفي ناس اللي ما بتحبوش تحبه وتاكله، لانه لما بيبات بيبقى عامل زي مش عايزه اقول لكم بقى. خلاص يا حبايبي، ومحتاجين كوبايه شوربه خلينا على جنب كده عشان تبرد. والكزبره والسلق اللي احنا خزناها مع بعضينا، شايفين يا حبايبي خضاره؟ شايفين؟ كزبره وسلق اخضر زي ما هو كانك لسه شارياه اهو. خلاص يا حبايبي، يلا بينا بقى. حطوا اللايك وصلوا على النبي، واللي مش مشترك يشترك، وتابعوني ونشوفوا هنعمله ايه. في ناس بتضرب السلق والكزبره في الخلاط وهو نايم، تاخد الميه بتاعته تحطه في الشوربه. لا تعملوش كده. اللي عايز يعمل كده يعمل براحته، انتوا اللي متعود على كده يعني. انا بقول لكم الطريقه بتاع الزمان اللي كانوا اهالينا بيعملوه. لازم السلق ده والكزبره تشوحيها الاول، وبعدين تضربيها في الكبه وعلى شويه شوربه وتاخدي الميه بتاعتها. خلاص يا حبايبي، فاحنا هنعمله ايه؟ هنحط شويه زيت كده عشان لسه هنحط ودان تاني واحنا بنحمر. خلاص يا حبايبي،
ومعلقه سمنه بلدي اهو. اهو. وده سلق وكزبره على بعضيه. لقيتهم شويه، خدي قرطاس تاني وتحطيه بقى كده يتشوح تشويح بس، ما تحطوش ني كده تضربيه في الخلاط ولا في الكبه عشان تاخدي ميته وتقولي عشان الخضار ومش الخضار، لا. اهو بصوا اهو، بصوا الخضار كأنك لسه شارياه. الميه دي ما تخليش التلج يسوده اهو. شوحيه كده شويه كده، خلاص هنشوحوه شويه وبعدين نضربوه ايه، نضربوه في الكبه مع شويه شوربه. توم اهو بس اقول لكم عليه اهو، انا بحب ادقه، ما اضربوش في الكبه، بحب ادقه. ماشي يا حبايبي. معاه ايه، حبه ملح صغيرين عشان الشوربه فيها ملح، وحبه فلفل اهو. لازم الحاجه السلق والكزبره يتشوحوا كده مع بعض قبل ما تضربيهم في الكبه او الخلاط يا حبايبي. اللي عايز بقى يضربه ني يضربه ني، لكن انا ما بحبش احطه كده، واحب ادق الثوم، ما احبش احطه في الكبه برضه. كل واحد ليه طريقه، بس انا بقول لكم على الطريقه بتاعت زمان دي. زمان ولا كان في خلاط ولا كان في كبه ولا كان في حاجه حبايبي، كانوا يدقوا في الهون ويدقوا كانوا يقولوا على جرن ده، ويدقوا فيه وتنعميها كده اهي، وتشوحي ده كده بس، تشوحيه بس ما تحمرهوش. او خلاص شوحناها اهو، شوحناه كده بس اهو. هتجيبي بقى ايه الكبه اهي، الكبه وتضربيه في الكبه السلق والكزبره مع بعض. حط حبه شوربه اهي، تحطها تبرد عشان ما تحطهاش سخنه فرقعلك الخلاط ولا يفرقعلك وتصفيه من الايدام كده عشان احنا هنحمره فيه تاني اهو اهو. ماشي يا حبايبي، شايفين الطريقه بقى بتاعت زمان دي. وكانوا كمان السلق ده ما كانش فيه خلاط ولا مضرب ولا كان فيه حاجه، ده كانوا بيدقوه يحمروه ويدقوه. هتحطي معاه تومه كده، حته تومه من اللي انت دقاها كده اهو كده. ضربه واحده كمان وخلاص، بس كده. اهو يا حبايبي خلاص كده. ادي حاجه زمان، والقلقاس بتاع زمان غير قلقاس الايام دي. يحطوا الخضره نيه ويحطوه من غير غسيل، والناس ما بترضاش تاكله. في ناس ما بترضاش تاكله وما بتحبهوش بسبب الماده اللازقه دي اهي. هتصفيه كده اهو بالمصفى بتاعت اليانسون او مصفة الشاي او اي مصفى عندك، هتصفيه فيها كده اهو يا حبايبي اهو من الميه بتاعته كده اهو.
خلاص. والسمنه بقى والزيت اللي احنا حطيناه هنزوده حته سمنه كمان اهي. ماشي يا حبايبي، وتحطيه تحمريه اهو كده. بقى ايه، خدت ميته بعد ما شوحتيه، وبعدين هتحمريه بقى هنا في الطاسه مكانه ينشف بس شويه من الميه. والشوربه اهي خدنا ميته اهي. هتحطي بقى ايه، هتشيلي بقى الليمون ده وتحطي بقى القلقاس في الشوربه. لو هي شوربه لحمه خلي فيها لحم، خلي في الشوربه لحم. شوربه فراخ شيلي الفراخ منها، عشان ما ينفعش تطبخي القلقاس على الفراخ. لكن لو لحمه سيبي لحمه في الشوربه يا حبايبي، سيبوا لحمه في الشوربه. لو كانت فراخ شيلوا الفراخ. الفراخ هتحمريها هتحطها في الفرن. حمري بقى ايه القلقاس الدلع، حمرها فيه كده لحد ما تحطيش التوم دلوقتي خالص، لما السلق ده يتحمر. متحطيش التوم دلوقتي، السلق يتحمر وينشف من الميه بتاعته، تحطوا التوم وتحمروا مع بعضيهم. نشف اهو، شرب الميه بتاعته. تحط بقى ايه، هتحط التوم يتحمروا مع بعضيهم اهو. حطينا التوم اهو، يا حبايبي حطينا التوم اهو. يتحمر والقلقاس يغلي غلوتين كده. هو بيغيرش في السوا. شايفين يا حبايبي السلق والكزبره وجمالها لما عملنا خزناه في القراطيس، وتحطيه في قلب الكيس وتحفظيه في الفريزر، ما يجرالوش اي حاجه ويقعد عندك مده. اهو حطوا الباقي برضو في الفريزر نحتاجوه مره تانية. الكيس هتطلع، خلي الفتحه من قدام كده. شوفوا الفيديو يا حبايبي، انا عامله فيديو عليه، شوفوه بتاع السلق، تخزين السلق والقلقاس اهو. لازم القلقاسه تبقى قاعده كده اهو، ما تجيبيش القلقاسه الطويله. خلاص يا حبايبي، معلش بقى انا بقى ايه بفكركم عشان ما تنسوش. يتحمر كده، تحط معاه ايه حبه فلفل اسمر وحبه ملح. خلاص يا حبايبي. والحبه الميه الخضراء اللي احنا شلناها اهي، الميه اللي احنا صفيناها الخضراء خلاص احمر اهو بالثوم، هتحط عليها الميه كده وتسيبوهم يغلوا شويه. الميه اللي طلعناها من السلق بعد ايه، بعد ما ضربناها في الكب، وتسيبوهم يغلوا مع بعضيهم كده. شفتوا بقى يا حبايبي؟ صلوا على النبي يا حبايبي وحطوا اللايك. ولأول مرة يشوفني يشترك في القناة. حاجتنا كلها على قد الايد، وده حاجات زمان وطريقة زمان. والقلقاس بيتغسل، مفيش حاجة اسمها القلقاس ما بيتغسلش. دي طالعين فيها الايام دي يقولك القلقاس ما يتغسلش، لا القلقاس بيتغسل يا حبايبي. اغسلوا القلقاس عشان الاطفال تاكله، في ناس ما بتاكلوش ياكلوه. القلقاس ما بيغيبش في السوا وبيستوى بسرعة اهو.
شايفين يا حبايبي؟ شايفين؟ ما بيغيبش في السوا. هو القلقاس مش بيغيب في السوا. شوفوا لما حطينا حبة المية اللي نزلناهم السلق بعد ما ضربناه فوق الكزبرة والسلق. بصوا بصوا حبايبي، ادي ايه القلقاس وطريقة القلقاس بتاع زمان اهوت. خلاص يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. جو برد الايام دي والشتا بيحب القلقاس ويحب السبانخ. مرة هعمل لكم السبانخ بتاعت زمان برضو اللي كانوا بيعملوها زمان، هنعملوها مع بعضينا. وتابعوني يا حبايبي، حاجتنا كلها على قد الايد. واللي مش مشترك يشترك في القناة يا حبايبي. انا هغرفه بقى واوريهولكوا دلوقتي بس يغلي شوية. تعملي بقى ايه، تاكلي جنب شوية رز كده. شوية رز، تغرفي كده شوية رز كده جنبه. بغرف لكم بقى القلقاس والشوفوه اهو. هو لسه عايش شوية، انا بس هغرفه واوريهولكم اهو. هو شكل القلقاس كده، ما يبقاش اخضر او ولا عامل زي الملوخية. الناس اللي هي بتحب تخليه اخضر وزي الملوخية كده، لا اهو هو ده شكله اهو يا حبايبي. كل سنة وانتم طيبين، وتابعوني هعمل لكم السبانخ اللي هي بتاع الزمان دي اهو يا حبايبي. ايه رأيكم بقى؟ حاجتنا كلها على قد الايد. وتابعوني وحطوا اللايك. كل سنة وانتم طيبين.